المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب وصفة برك. يلا نبلش. عندي طحين، سكر، ملح، سمنة وزيت ذرة ونشا. أول إشي هون أنا استخدمت كيلو من الطحين، راح أضيف له معلقتين كبار من النشا، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، ربع كاس من زيت الذرة ومعلقتين من السمنة. طبعا هون راح أبلش أعجنهم بمية عادية، مش ضروري تكون فاترة. راح أبلش أعجنهم كتير منيح لحتى أحصل على عجينة ناعمة وبنفس الوقت طرية. بعدها راح أغطيهم وأتركهم يرتاحوا لمدة من نص ساعة لساعة. هون راح أعمل هسا الجبنة البيتية. عندي هنا حليب، جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، ملح، حبة البركة وطحين وزبدة. هون بمكلاية على الغاز راح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة، بعدها راح أضيف عليهم معلقة من الطحين وراح أبلش أقلبهم مع بعض كتير منيح. بعدها راح أضيف كاسة من الحليب، راح أضلني أحرك فيهم على الغاز لحتى تصير عندي القوام ثقيل بهذا الشكل. بعدها راح أضيف جبنة الشيدر نص كوب وراح أحركهم، وراح أضيف عليهم نص كوب من جبنة الموزاريلا وراح أرجع أحركهم لحتى يصير عندي القوام ناعم. بعدها راح أضيف معلقة كبيرة من حبة البركة ونص معلقة صغيرة من الملح، راح أحركهم كتير منيح ليصيروا عندي بهذا الشكل. بعدها راح أحطهم بصحن وأتركهم لحتى يبردوا. أنا هون استخدمت نوع جبنة تاني اللي هي جبنة الحلوم، حتى تكون عندي يعني حشوتين أقدر أستخدمهم. هون أخذت كمية من العجين وبلشت أفرد فيها. طبعا هون لما تبلشي تفردي فيها لازم تكون عندك العجين ركيكة بهذا الشكل. طبعا هسا راح أقص الأطراف، راح أخذ شكل المستطيل. طبعا بالقطاعة ليصير عندي بهذا الشكل. بعدها راح أخذ الجبنة اللي أنا كنت عملتها، ولازم تكون عندك الجبنة باردة، ما بيزبط تحشيها بالعجين وهي سخنة لأنها العجينة عندك راح تتمزع. هون راح أخذ تقريبا معلقة وراح أحط على الطرف. بعديها بالقطاعة راح أبلش أقطع وراح أردها على الطرف الأول. بعدها راح أضغط على الجوانب لحتى أضمن إنها سكرت كتير منيح. برجع بالقطاعة راح أقطعها على شكل مربع بهذا الشكل. بعدها راح أخذ، يعني أنا عملت هنا خليط اللي هي التلزيق المي بالطحين لحتى لما أرش عليها حبة البركة ما توقع مني أثناء الكلي. هيك بعد ما دهنتهم الكمية كاملة راح أبلش أرش حبة البركة. بعدها بالشوكة راح أبلش أسكر الأطراف. أول إشي بتعطيها شكل حلو، وتاني إشي وقت الكلي ما بتفتح. طبعا هيك لحتى أكمل الكمية كاملة بهذا الشكل. هسا راح أحكي على الشكل الثاني. هون أخذت قطعة من العجين وبلشت أفرد فيها، طبعا بالقطاعة بفنجان قهوة. انت فيك بقى تقطعي بأي نوع أداة انت بتحبيه. أنا قطعت هون حجم صغير وقطعت حجم كبير. هون راح أبلش أحشيها بجبنة الحلوم. نفس الشي راح أخذ قطعة من العجين وأحط فيها تقريبا معلقة من الجبنة وأبلش أسكر فيها وأدهنها بخليط الطحين مع المي وأرشها بحبة البركة نفس ما عملت بالعجينة الأولى. وراح أتركهم بالثلاجة لحتى يعني يبردوا لمدة نص ساعة، وهيك لحتى أكمل كمية كاملة. هيك بعد ما كملت الكمية كاملة ودخلتهم على الثلاجة لمدة نص ساعة راح أبلش أكليهم. طبعا هون بمكلاية على الغاز وزيت سخن راح أبلش أضيف الحبات. طبعا هون راح أبلش أقلبهم لحتى أخذ اللون الذهبي.
طبعا شوفوا ما شاء الله شكلهم ولا أروع. طبعا هذا الشكل الذهبي. بعدها راح أقدمهم. شوفوا ما شاء الله شكلهم جد ولا أروع. طبعا أنا خليت هون كمية، بتقدري أنت هون تفرزيها وتحطيها بالفريزر، وقت الكلي بتطلعيها وبتكليها، ما بصير عليها ولا أي إشي. طبعا هاي الجبنة اللي إحنا عملناها الجبنة الموزاريلا البيتية، وهنا جبنة الحلوم، جد من أروع الوصفات اللي لازم تجربوها. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، ورمضان كريم.